أكلة الحرشات، الأكلة الحرشة الجميلة بتاعنا. عملنا مسقعة، وعملنا فول بطماطم، والفول ده أنا اللي مدبساه، وعملنا بطاطس مهروسة، وعملنا بطاطس صباع، وعملنا عجة بالبيض. وده شكلها من النص مستوية بس البيض. وبألف هنا على قلوبكم. صراحة لو رايحة تعالوا شوفوا الطريقة جوه الفيديو وما تنسوش تعملوا لايك واشتراك لو عجبكم الفيديو. النهارده بقى هنعمل اكله بقى غير، يعني لو زهقتوا من الفراخ ومن اللحمه هنعمل مسقعه، وهنعمل فول بطماطم، وهنعمل عجه بيض، وهنعمل بطاطس مهروسه. كل الاكلات كده الحرشه كده الجميله كده هنجمعهم في اكله واحده النهارده، وبالف هنا وشوف على قلوبكم. يلا هنبدا الاول، هنقطع الباذنجان. تمام، تعالى قرب شويه. هات الباذنجان ده بسرعه يا سيدي، بسرعه خليكي ماما. كل الاكل الحرش كده هنجمعه كله النهارده على الفطار، وبألف هنا. كل سنه وانتم طيبين، وربنا يجعلها يا رب ايه سنه كده، سنه الفرحه والسعاده وجبر الخاطر على علاقكم يا رب. قطعنا البتنجان، وهنبدا بقى ايه نقشر الثوم الجديد اللي طالع جديد ده الجميل، ريحته حلوه كده ويبقى حلوه كده في الاكل. احنا مع بعض خطوه بخطوه، السرعه طبعا في الاداء بقى علينا. بس الثوم ده بقى ايه، تعالى قرب كده يا احمد كده. تلاقي التومه ايه اتقشرت في ثواني، ونحوش الحته اللي فوق دي وننزل بيها كده ايه على تحت، تطلع كده. ايوه، الاكله دي هنسميها الاكله الحرشه لكل المصريين. تنفع كمان على فكره، تنفعك كمان فطار، تنفعك سحور، لقيتها ينفع سحور. الفول اللي احنا هنعملها ينفع سحور، المسقعه ده بيفتح النفس وتبقى جميله، هتنفع سحور. فالاكله دي تنفعك فطار، اكله اقتصاديه سهله وبسيطه، تنفعك فطار وتنفعك سحور.